ازيك يا غالي؟ عامل ايه؟ معلش والله عارف اني مقصر معاك اليومين دول، بس كاس العالم واخدنا عشان احنا عندنا قناة تانية اسمها صدم بتاع الكورة. لو ما تعرفش وبتحب كرة القدم وعايز تتابع كده اول باول روح اشترك فيها. رجع لك النهارده بقى في فيديو لطيف جدا وهيعجبك جدا، لان سلسلة ال 13 والايفون 13 خصيصا من اقرب الاجهزة لقلبي ومن اكتر الاجهزة اللي لما جربتها ارتحت مع استخدامها جدا. ولكن الكلام ده لما كان لسه الايفون 13 نازل وكنا شارينه وقتها بعد ما نزل بشهر ولا شهرين بالكتير، كان عامل بتاع 15 16 الف جنيه، لان الجهاز ده النهارده سعره لا يقل عن ال 20 الف جنيه. فالنهارده هنتكلم في ايفونات ظلمتها الاسعار عن الايفون 13، ونشوف هل رغم الامكانيات اللي بيديها لك الايفون 13 يستحق ان انت تدفع فيه المبلغ الكبير ده ولا لا. بدون كلام كتير خلينا نبدأ. السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. معكم احمد صدومه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يا غالي ما تنساش تعمل سبسكرايب جميل وتفعل الجرس وتعمل لايك للفيديو لو عجبك، وتتابعنا على حساباتي على السوشيال ميديا انستجرام وتويتر، تلاقي اللينكات موجوده في الديسكربشن. وحابب اقول لك على حاجه صغيره كده قبل ما نبدا، لان في ناس كتير جدا بتسالني في الكومنتس ايه انسب مكان او ايه احسن مكان اشتري منه ايفون جديد، ايه احسن مكان اشتري منه ايفون مستعمل، ايه احسن مكان اعمل عنده صيانه، ايه احسن مكان اجيب من عنده الاكسسوارات الخاصه بجهازي. فالمكان ده هيكون مين؟ هيكون سبونسر القناه المعتاد، هما الجوكر ستور. الجوكر ستور مش مجرد سبونسر للقناه وبس، هما اصدقائي حرفيا. ده ليه؟ لانهم مش مجرد ستور بيبيع ايفون وخلاص، لا، ايفون، ايباد، ماك، ابل واتش، ايربودز، الاكسسوارز الخاصه بكل المنتجات دي، سواء كانت شواحن، هيدفونز، جرابات، سكرينات. ده كمان هتلاقي عندهم بلاي ستيشن 5. وبعيدا عن كل ده تقدر كمان تاخد خصم كويس جدا على الاكسسوارات لو اديتهم الكود الخاص بينا هو صدم 8. وخلينا بقى نبدا في الفيديو بتاعنا. الايفون 13 او سلسله ال 13 كلها نزلت سنه 2021 في شهر 9 زي ما احنا متعودين من ابل. والايفون 13 كان وما زال جهاز مميز جدا، ولكن هو حصل له شويه ظلم كده في بعض الاشياء. ظلم زي السعر اللي بقى مجبرين عليه دلوقتي للاسف، وهو اللي قلت لك عليه مش اقل من 20 الف جنيه. الجهاز ده سعره وصل في بعض الاوقات كان ب 13 و 14 الف جنيه، والناس بتتنك عليه كمان. ده ليه؟ لان الايفون 13 بيدينا كبشه مميزات كده كنا بنفتقدها في الاجهزه العاديه من ابل قبل كده. لان احنا لو جينا نتكلم عن تصميم الايفون 13 فهو تصميم لا يقل فخامه عن اي جهاز فلاج شيب موجود في الكوكب. لان انت لو بصيت للخامات فابل هي من احسن الشركات اللي بتحط خامات في موبايلاتها، حتى الاجهزه اللي هي مش برو ولا ماكس. تصميم شيك جدا مسطح من كل النواحي، وزنه خفيف 174 جرام، فمسكه الجهاز في الايد نفسها سهله ومميزه جدا، عكس مثلا البرو او الماكس اللي ممكن يبقى اتقل شويه. حابب افكرك بس احنا في ايفونات زلمات الاسعار مش بنعمل ريفيو كامل للجهاز، احنا اوريدي عاملين عنه ريفيو ومراجعه كامله متكامله من احسن الفيديوز اللي اتعملت على الشانل، هسيبه لك هنا في الاي اللي فوق. احنا في ايفونات ظلمات الاسعار بنتكلم عن ابرز مميزات التليفون، وبعد كده بنيجي نقول لك في الاخر تروح تشتريه ولا بلاش، ولا يبقى فيه صفقه احسن. وحاجه كمان كنا بنفتقدها في اجهزه ابل العاديه قبل كده هي الشاشه، لان احنا في الايفون 11 برضو كنا اتكلمنا عنه في ايفونات ظلمات الاسعار، وهسيب لك اللينك في الاي اللي فوق. كان من ضمن الحاجات اللي مبوخه الجهاز قوي هي الشاشه، لانها كانت ريتنا اي بي اس ال سي دي، وبتديك كثافه بكسلات ضعيفه، ومستوى السطوع بتاعها مش اعلى حاجه. ولكن لو جينا نتكلم في شاشه الايفون 13 فهي شاشه فلاج شيب بجداره. هي شاشه مقاس 6.1 بوصه من نوع سوبر ريتنا اكس دي ار اوليد، لان البانل او الشاشه دي بتديك مستوى سطوع من 800 ل 1000 نتس في البيك برايتنس، وبتديك كثافه بكسلات محترمه جدا هي 460 بكسل لكل انش. ده غير ان الشاشه بتدعم تشغيل محتوى الاتش دي ار والدولبي فيجن. فالشاشه هنا حرفيا ما فيهاش اي تنازل غير انها للاسف 60 هرتز. ولكن لو انت واحد جاي من ايفونات قبل سلسله ال 13 اصلا فمش هيبقى عندك مشكله مع موضوع ال 60 هرتز ده. ولكن هل ده مبرر يعني ان ده شيء رخم جدا في 2022؟ اكيد لا. ولكن الفكره كلها اللي بيفرق معاه التردد العالي اللي اوريدي جاي من موبايل تردده عالي. من اكتر الحاجات ده اذا ما كانش اكتر حاجه بتميز الايفون 13
هي الاداء، لان الجهاز ده بيجي بمعالج خارق للطبيعه، هو ال A15 بايونيك. احنا كنا بنتكلم قبل كده ان ال A13 وال A14 لما اتكلمنا عن الايفون 11 والايفون 12 ان هم معالجات ما بيقفش قدامهم حاجه حرفيا، فما بالك بقى المعالج اللي فوقيهم هيبقى عامل ازاي. معالجات ابل بتريحني بصراحه في الكلام جدا وفي مراجعتها، لان هي ما فيهاش حاجه اصلا تتعلق عليها. ده ليه؟ لان انت هتاخد كل حاجة انت محتاجها من جهاز مش فلاج شيب، محتاجها من جهاز كمبيوتر حرفيا، والله مش ببالغ، لان ال A15 بايونيك انت مهما عملت عليه فالجهاز مش هيهنج، لان انت لو فكرت في جيمز موجود، لو فكرت في اديت ومونتاج موجود، لو فكرت في استخدام يومي سلس بشكل مش طبيعي موجود، لو فكرت تستخدم ابلكيشن رخم زي انستجرام وتعمل ستوريز وتحرق الجهاز موجود. فمن الاخر كده عشان ما نتكلمش كتير في موضوع الاداء ده، ال A15 بايونيك هو احسن اداء هتاخده في جهاز بسعر الايفون 13، ممكن يكون اغلى منه بشويه حلوين كمان. والايفون 13 كمان كان اول جهاز عادي يبدا من مساحات ال 128 جيجا، عكس اخوه اللي قبله الايفون 12 اللي كان نازل في سنه 2020، وابل لسه مقتنعه ان في ناس بتستخدم 64 جيجا غير احمد صدوم، لان انا موبايلي الشخصي 64 جيجا. بالمناسبه بقى لو كسلت تنزل، فنون في وقت نزول الفيديو ده عاملين عروض صايعه وسخنه جدا جدا بمناسبه اخر جمعه في شهر نوفمبر، وخاصه فنون الامارات والسعوديه لاخواتنا الخلايجه. ولو حبيت تشتري حاجه بقى وتاخد خصم عليها وكمان تاخد شحن مجاني، هسيب لك اكواد خصم تقدر قدامك على الشاشه، وهسيب لك كمان الاكواد دي في الديسكريبشن تقدر تستخدمها مع اي منتج تشتريه من نون. ولو جينا نتكلم عن شيء مميز برضو في الايفون 13 هو الكاميرا الاساسيه، وانا لما بحدد الكاميرا الاساسيه هي الكاميرا الاساسيه فقط هي اللي مميزه في الايفون 13، لان انا اي جهاز ما فيهوش كاميرا بورتريه ما بقدرش اقول ان الكاميرات كويس، لان الكاميرا الاساسيه هي الكاميرا اللي هتطلع لك صور ممتازه جدا في كل ظروف الاضاءه تقريبا، لانها فتحه عدسه واسعه جدا f1.6، واسلوب التثبيت الخاص بيها والسنسور شيفت دي نفس تقنيه التثبيت اللي كانت موجوده في الايفون 12 برو ماكس. فانت بالعدسه دي تاخد صور وفيديوهات مش طبيعيه، لان الجهاز هنا بيصور فيديو 4K بكل التقنيات اللي ممكن تحتاجها كصانع محتوى، مثلا تصور HDR وتصور دولبي فيجن، في كل حاجه انت محتاجها. انت ممكن تعمل شركه بالكاميرا الاساسيه دي عادي خالص. ولكن الكاميرا الالترا وايد غير مميزه بالمره، والكاميرا الاماميه برضو نفس الموضوع غير مميزه بالمره. والكاميرا الاماميه اكتر حاجه بتخليها غير مميزه ان الدايناميك رينج بتاعها مش الطف حاجه. واللي ممكن يكون بيميز الكاميرا الاماميه شويه بعيدا عن موضوع الدايناميك رينج ده هو قدرتها على تصوير فيديو 4K 60 فريم في الثانيه، فده يبقى شيء مميز جدا للناس اللي بتحب تعمل ستوريز وما الى ذلك. حاجه تانية بتميز الايفون 13 وده بسبب المعالج القوي ببيتك، حاجه تانية بتميز الايفون 13 وده برضو بنسبه كبيره فضله بيرجع للمعالج الخارق ال A15 بايونيك، هي البطاريه. لان البطاريه في الايفون 12 او في سلسله ال 12 كلها كنا زعلنا منها بشكل كبير جدا، وكانت يعني خيبه امل لناس كتير، خاصة بعد ما جربوا بطاريات سلسلة ال11 اللي كانت مميزة جدا. فسلسلة ال12 جت وقعت التوقعات، وبعد كده سلسلة ال13 جت خدتها وحطتها في السحاب، لأن بطارية الايفون 13 أنا لما كنت بجربها الجهاز بيكمل معايا اليوم بدون أي مشاكل. في الفترة دي كان مصادف إن أنا كنت شغال في فندق، فأنا كنت بخرج من بيتي الساعة 6 الصبح، الايفون 100% وبيفضل مكمل معايا لغاية اما باجي انام الساعة 11 12 تقريبا، كان بيبقى فيه حوالي 10% 8% في الرينج ده. والوقت ده الستور كان موجود لسه، فكنت برد على المسجز كلها منه، كنت برفع الصور كلها من عليه، والتصوير كله كان بيبقى عليه، ادارتي للسوشيال ميديا كلها كانت من عليه، وتصويره كله كان من عليه. فالجهاز بعيدا عن السكرين اون تايم لانه كان بيديني رقم محترم جدا 8 ساعات تقريبا، هو هيكمل معاك اليوم مستريح بدون اي مشاكل. ومن ضمن الحاجات اللي بتميز برضو موضوع الشحن ده هو الماكس سيف، هو مش بيميزه كسرعه ولا حاجه، هو الفكره نفسها اللي هو الشاحن مغناطيس من ورا كده. فلو جينا نراجع مع بعض كده الحاجات اللي بتميز الايفون 13 فعلا هتكون الشاشه الممتازه جدا اللي مش هتاثر معاك في اي حاجه بعيدا عن التردد بتاعها، الاداء المميز جدا جدا، يعني لو في حاجه وحيده تروح تشتري الايفون 13 عشانها ممكن تكون الاداء، الكاميرا الاساسيه اللي تقدر تشتغل بيها صانع محتوى بدون اي مشاكل، وهنضيف في نفس النقطه برضو الكاميرا الاماميه اللي ممكن تفيدك في الستوريز والتيك توك والكلام ده، ورابع حاجه هي البطاريه الممتازه جدا اللي هتقعد معاك يومك بدون اي مشاكل. وموضوع التصميم ده مش هنعتبره ميزه لان التصميم شيء ذوقي، ولكن هل الحاجات دي تستحق انك تروح تشتريه
بما لا يقل عن 20,000 جنيه. بص، هو ده بيعتمد على انك معاك فلوس ولا لا. ازاي؟ وقت تصوير الفيديو ووقت نزوله هنفترض ان سعر الايفون 13، عشان انا مش متاكد هو كام بالظبط، 21,000 جنيه، او خلينا نقول 20,000 جنيه يا عم. لو الايفون 14 ب 23,000 جنيه وانت قادر تكمل على ال 20,000 جنيه اللي معاك وتجيب الايفون 14، فاكيد هيبقى احسن. طيب يا صدم، هو اصلا الايفون 14 ما بيقدمش حاجات كتير عن الايفون 13. هو الفكره كلها ان انت لو معاك ايفون 13 تبقى اغبى انسان في الكوكب لو رحت الايفون 14. ولكن لو انت معاك 12 او ما اقل من ذلك فعادي انك تروح للايفون 14. الايفون 14 التطور اللي ما بينه وما بين ال 13 قليل، بس ستيل في تطور، حتى ولو في اشياء بسيطه، حتى ولو في الرقم نفسه، لان انت الرقم، مجرد الرقم ده بيديك سنه زياده في تحديثات السيستم بتاع الجهاز نفسه. فتحديثات السيستم وشويه المميزات الصغيره اللي موجوده في ال 14 عن ال 13 تستحق ان ادفع فيها 3000 جنيه. انا شخصيا لو راح اشتري ال 13 ولقيته ب 20,000 وجنبه ال 14 ب 23,000، طب ما ليه اجيب جيل اقدم وقدامه الجيل اللي جنبه ازيد ب 3000 جنيه؟ فلو انت عندك القدره انك تزود ال 3000 جنيه دول فهيبقى الايفون 14 اختيار احسن. ولو ما عندكش القدره انك تعمل ده، فالايفون 13 حتى وهو ب 20,000 جنيه بعد ما كان ب 13 و 14,000 جنيه مقارنه بباقي الاسعار اللي حوالينا، فهيكون صفقه برضو مميزه جدا. وهو مظلوم تسعيريا جدا، ولكن للاسف خاصه عندنا هنا في مصر محدش يقدر يتحكم في حاجه زي كده، لان احنا بنبقى مجبرين على الاسعار اللي قدامنا دي. ولو قلنا محدش ينزل يشتري هنبقى غير واقعيين بصراحه. يعني هو في فترات بتبقى قليله كده، ممكن نقول لك استنى اقعد في بيتك اليومين دول ما تنزلش تشتري، ولكن احنا اوريدي ده الوضع اللي احنا فيه، ومفيش اي بوادر ان الاسعار هتنزل عن كده، هي كده استقرت شويه كمان. فبس كده بكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. لو عجبك بقى ما تنساش تعمل لايك وتعمل سبسكرايب جميل وفعل الجرس. ولو عندك اي فكره حابب نعملها فيديو اكتبها لي تحت في الكومنتس، ببص على الكومنتس كلها تقريبا. بس كده اعمل حاجه، اشوفك على خير. كان معكم احمد صدومه، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، في امان الله.